حلقتنا النهارده عن تخليل السردين زي ما قال الكتاب بالظبط. ودي كده النتيجة بتاعتنا بعد السردين بتاعنا كده مستوى. حبيت ان انا اقدمه لكم كده في الاول. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ببتدي اشتري السمك السردين بيكون صابح كده موجود في قلب السوق، وابتدي ان انا لازم اغسله تحت الحنفيه، بس ابعد الميه عن الراس والخياشيم. بنزل الميه على جسم السمكه من الناحيتين، واحطه على مصفى لحد ما يصفى من الميه. بعد كده باجيب منشف مطبخ باحطه كده فوط مطبخ كده نضيفة، وابتدي إن أنا أرص عليه السمك واسيبه كده بقى تحت مروحة أو مكان هاوي، بس أهم حاجة ما يكونش فيه ذباب، لحد ما السمك بتاعنا كده واقلبه من كل ناحية لحد ما ينشف خالص. شايفينه بقى هو كده ناشف معانا كده خالص. طب لو لقيتيه إن الجسم بتاعه عضم شوية كده من النشوفية، تبتدي كده تعملي له زي تدليك إن أنتِ بس كده إيه تضغطي عليه من الناحيتين من عند البطن كده والجسم بتاعه. معانا هنا معلقتين كبار من الملح، سواء الملح الرشيد أو الملح الناعم. أنا مستخدمة الملح الناعم، وحطيت نص معلقة من الشطة، وما نخافش إن الشطة مش هيبقى حراق ولا حاجة. بعد كده هاجيب الكيس وهابتدي إن أنا أحط فيه ملح، ممكن تقدري تعملي في البرطمان كده على طول. هابتدي إن أنا أفتح الخياشيم وهابتدي إن أنا أحشيها بالملح والشطة. دي خطوة مهمة جدًا، إن أنا لازم أحشي الخياشيم هنا بالملح والشطة، وعلى جسم السمكة كده هادّي رشة بسيطة من السمك، بس دي أول سمكة عشان أنا حاطة هنا في ملح، ما حطيتش على جسمها، حطيت على طول بقى كده السمك. بقية السمك هابتدي إن أنا أفتح الخياشيم كده كويس، وابتدي إن أنا أحط الملح، وبادّي رشة بسيطة جدًا من الملح على الجسم كده من برّه. رشة بس بسيطة كده على الجسم، لكن أهم حاجة الخياشيم لازم تحشيها بالملح. أنا هنا مستخدمة الملح الناعم، تقدري تستخدمي بأي ملح عادي ما فيش أي مشكلة. هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة، وطبعًا أنا بارُص كده في قلب الكيس اللي أنا هاخلِّل فيه. خلاص كده أنا رصيت الكمية كلها، اتبقى معايا كده حبة ملح فيهم شطة، طبعًا مش هارميهم، هابتدي إن أنا آخدهم وأحطهم على السمك كده من فوق. اللي اتبقوا دول كده معايا هابتدي إن أنا آخده وأحطهم على السمك كده من فوق، هادّيه كده إيه، أدّيه رشّة. بابتدي إن أنا أضغط وأطلّع الهوا من قلب الكيس. بعد كده هابتدي إن أنا أربط الكيس، هاجيب كيس تاني وابتدي إن أنا بردك أحط الكيس ده كده جوّاه، وبرضه هاضغط على الهوا وابتدي إن أنا إيه، أربطه. أنا حطيت هنا في 3 أكياس، وبعد كده هابتدي إن أنا أحطه في قلب علبة، وباحطيه في مكان دافي، يعني مكان هاوي ودافي. تقدري تحطيه في المطبخ، المطبخ طبعًا بيبقى سخن كده من الأكل اللي إحنا بنعمله، تقدري تحطيه على دولاب المطبخ وتسيبيه بقى لحد ما يستوي. خلاص أنا كده هاقفله وهاسيبه، هو تقريبًا قعد معايا كده 3 أسابيع. خلاص بعد مرور 3 أسابيع من وقت للتاني بقى بعد ما باخلّله، من وقت للتاني باجيبه وباقلب الكيس على الجنب ده وعلى الجنب ده، بحيث إن السوايل اللي هتنزل منه تبقى في كل الجوانب، يعني تبقى من الجنب ده ومن الجنب ده ومن الجنب ده، يعني لازم تقلبيه من وقت للتاني بحيث إن السوايل تبقى معمولة على كل الجوانب. هنا بعد مرور 3 أسابيع بابتدي إن أنا أفتح الأكياس، وأول ما بتفتحي كده بتشمي الريحة بتاعته، يعني بتبان الريحة بتاعته كده حلوة، تعرفي إن أنتِ كده تخليلِك حلو إن شاء الله. هنبتدي كده نفتح الأكياس وهنبتدي بقى نشوف كده السمك بتاعنا عامل إيه. شايفين يا جماعة؟ مش قادرة، الريحة طبعًا جميلة جدًا، وأدي السمك بتاعنا أهو كده خلاص كده استوى بمنتهى الجمال. تقدري بقى إن أنتِ تقدميه كده بقى مع الليمون، تقدميه على حسب الطريقة اللي أنتِ عايزاها. أنا هافتح كمان معاكم كده سمكة عشان نشوف القلب بتاعها عامل إزاي. بُصّوا اللحم بتاعها أحمر وزي الفل، صدقيني الطريقة مضمونة وجميلة جدًا، ما خدتش معانا ثواني. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.